السلام عليكم. 5 لاعبين ضحى بهم ريال مدريد بشكل مبكر وأثبتوا أنهم لاعبين ذو قيمة عالية. في المرتبة الخامسة مارتن أوديغارد النرويجي، اللاعب بعمر 24 عام ما رضي يكون بديل لثلاثي الوسط المعروف توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، وهو الآن من أفضل اللاعبين الموجودين في البريمير ليج. في المرتبة الرابعة الفرنسي تيو هرنانديز، لاعب بعمر 25 عام انتقل للميلان وهو الآن حجر أساس مع المدرب ستيفانو بيولي، لاعب يشكل إضافة قوية للميلان وكان قوة ضاربة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم. في المرتبة الثالثة المغربي أشرف حكيمي، لاعب بعمر 24 عام وهو يلعب حاليا مع نادي باريس سان جيرمان، ضحى به الريال من أجل الاعتماد على داني كارفاخال. اللاعب هو أفضل اللاعبين العرب، بل هو واحد من أفضل الأظهرة حول العالم، لاعب مدافع يبدع في مركزه ويمتاز بالسرعة ويعطي إضافات هجومية. في المرتبة الثانية الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، رجل نهائي دوري أبطال أوروبا العاشرة مع ريال مدريد في عام 2014، بل رجل النهائيات. قرر أنخيل دي ماريا مغادرة النادي حينها بعدما شعر بعدم التقدير وذهب لليونايتد وشعر بالندم هناك، حيث صرح يوما: اللعب لليونايتد لم يكن أفضل فقرة في تاريخي. في المرتبة الأولى الألماني مسعود أوزيل، عازف الليل محبوب الكل، رحل عن ريال مدريد وهو بعمر 24 عام. قال عنه الجماهير حينها: مسعود أوزيل أفضل لاعب رقم 10 في تاريخ النادي، أفضل لاعب وسط بعد زيدان. قال عنه كريستيانو رونالدو كصانع ألعاب: عندما لعبت مع مسعود أوزيل شعرت بالتغيير. قال عنه فلورنتينو بيريز: مسعود أوزيل سيصبح أفضل لاعب في تاريخ النادي وسيفوز بالكرة الذهبية مستقبلا. أحد الأسباب اللي خلت مسعود أوزيل يرحل عن النادي تعاقد النادي مع إيسكو ولوكا مودريتش وبعض المشاكل مع جوزيه مورينو، والأهم من هيك مسعود أوزيل أراد أن يكون النجم الأول في فريق آخر، وشعر أن الانتقال للأرسنال سيكون خطوة ناجحة على صعيد النجومية.